سمسة وبركة متبعين الأوفي قناة ماروك 150 بالأحداث ديال سبتة المحتلة. أجي نشوفوا أول رد مصمي من المملكة المغربية عبر الناطق الرسمي ديال وزارة الداخلية. العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج الفضاء الرقمي يعني الفيسبوك، انستغرام، اليوتيوب، معلومات مضللة، ودور عصابات الاتجار في البشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية. بالنسبة للتأويلات الخاطئة هي فاش السبا اليوم قالوا باللي أن أي واحد حرق من جهة البحر فما غاديش يرجعوه. استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية، وإدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما امكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة. سبتة المحتلة 40,000 هما راه وصلوا ل 70,000. الصحف الاسبانيه كيقول 70,000 وداك الشيء غادي وكيتزاد بحال هو يقدر يقول شي عدد ما كاينش. 40,000 كي كتقول حنا كنثيقوا في وزاره الداخليه، كنثيقوا في اي يعني مسؤول رسمي تيقول شي عدد كنثيقوا به، ما غنثيقوش سباليو ولا غنثيقوا حنا الطاليه ولا غنثيقوا شي دوله اخرى. ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينه مليليا، حيث تمت اعاده جميع الاشخاص الذين تمكنوا من الوصول الى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيله إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة. بداو كيكذبوا حق 70,000، حق شي قالك 50,000، حق شي 80,000، 40,000 اللي كاينه أو أسس موضوعية. وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في شنو قلت لك هذاك القرار كانت خدات المحكمه الاسبانيه بعدم ارجاع اللي كيكونوا داخلين على طريق البحر، هو اللي كان كيف قالوا قال ذلك المشكل. بروز نمط اوحد من محاولات الهجره الغير نظاميه قوامه العبور سباحه، باعتباره الوسيله التي اعتقد البعض انها توفر فرصا اكبر للافلات من الاعاده الفوريه. واسفرت هذه الاحداث الى حدود الساعه عن تسجيل حاله وفاه عرضيه واحده إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من 2 متر، ولد لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. نتكتفوا بهذا القدر. هذا هو التدخل ديال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية ديال المملكة المغربية، وهذو هما الإحصائيات اللي عطى، يعني الإحصائيات اللي كتعتمد حاليا من غير داكشي كيتقال في مواقع ديال إسبانيا ولا مواقع أخرى غربية. هذوك الأرقام راه ما كاينينش.
أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. هذا ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات. اصلا حتى التخريب والطومبات اللي تحارقوا وزيد وزيد وزيد، هذا الشيء اللي غيفتحوا حتى حاجه ما غتزهق، حتى حاجه ما غتزهق. والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار. وصلوا ل 70,000 الصحف الاسبانيه كاين 70,000 وداك الشيء غادي وكيتزاد، بحال هو يقدر يقول شي عدد ما كاينش. 40,000 كي كتقول حنا كنثيقوا في وزاره الداخليه، كنثيقوا في اي يعني مسؤول رسمي تيقول شي عدد كنثيقوا به، حنا ما غنثيقوش سباليول ولا غنثيقوا حنا الطاليه ولا غنثيقوا شي دوله اخرى. ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينه مليليا، حيث تمت اعاده جميع الاشخاص الذين تمكنوا من الوصول الى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيله إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة. بداو كيكذبوا حق 70,000، حق شي قالك 50,000، حق شي 80,000، 40,000 اللي كاينه، أو أسس موضوعية. وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين